السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الفيديو التحفة الاقتصادي ده كله توفير النهارده. احنا عملنا بقى، جبنا ايه بالقوطة اللي انتوا شفتوها دي كلها، دول 9 كيلو قوطة. عاملين الكيلو كان بكام؟ يعني 3 ب10، عاملين 30 جنيه. خلاص هنعمل صلصة ببلاش النهارده. وانا كنت جايبه فرخه وشلت الصدور بتاعتها. انا ماليش في عمايل البانيه قوي، بس قطعتها تحفه وطلعت كميه رهيبه. خلاص عملنا اكل تحفه وعملنا صلصه تكفينا فتره طويله باسعار بسيطه خالص. هنا تتبيله البانيه، بشرت بصلايه وحطيت بيضايه وشويه لبن، فلفل، بهارات، كزبره، بابريكا، كل حاجه كده على ايه، على الخلطه. ايه نحط البانيه شويه عشان خاطر ايه نكمل بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا البانيه انا قطعته تحفه وجم كميه حلوه جدا، يعني كفانا صدر فرخه، يعني الصدر نص الفرخه. خلاص. ودي القوطه هي ابتدت تغلي ودوت، خدت منها طبعا للصلصه بتاعت المكرونه. وده الجناحين والرقبه اللي طلعوا من نص الفرخه، قطعت عليهم بصلايه وحطيت عليهم كده بهارات وشوحتهم. هنا بصوا بقى كميه البانيه اللي انتوا هتشوفوها دي، مش هتصدقوا ازاي الكميه دي كلها طالعه من من صدر فرخه، من نص فرخه. يعني بجد تكفي 5 افراد ياكلوا ويشبعوا منها. اصلا هنا كده حطيت الزيت وهبتدي اقلي، وعملت كمان ايه طبق بتنجان مخلل اهو. يعني قلت اقلي البتنجان الاول وبعدين اقلي البانيه وراه. بس طبعا البتنجان المخلل ده اسهل حاجه. فص توم واحد بس من الريحه، وليمونتين كده جامدين، وشويه خل وشويه كزبره وشويه فلفل اسود وشويه كمون حلوين، ودقيهم وايه واعملي احلى طبق بتنجان. فلفلتين طبعا خضر. هنا طبعا المكرونه استوت والبانيه قليته. وده كان شكل الفيديو كله توفير يا جماعه. لازم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.